أهلا بيكم، يا رب تكونوا دايما بخير. عيد سعيد مبارك عليكم وكل سنة وانتم طيبين. هنعمل مع بعض النهاردة صينية جلاش حلوة جدا باللحمة المفرومة، وطعمها حلو وفي نفس الوقت ريحتها جميلة جدا، مقرمشة من بره وطرية من جوه. هتعجب أولادك جدا، مع حبة بطاطس محمرين هيأدوا الغرض، وهتبقى وجبة غدا لذيذة بمكونات بسيطة وفي نفس الوقت ما فيهاش تركات كتير، وسهلة جدا وبسيط ان انتي تعمليها يعني في نص ساعة هتبقي مخلصة الغدا. مورقة وزي ما بقول مقرمشة من بره وطرية من جوه، واللحمة بتاعتها جوسي وحلوة وفي نفس الوقت ريحتها جميلة جدا. نبدأ مع بعض، وما تنسوش دايما تدعمونا، واكيد ما تنسوش تصلوا على سيدنا محمد في التعليقات، ونبدأ على بركة الله. اول مرحلة هنبدأ نجيب لفة الجلاش اللي موجودة عندنا في التلاجة، بنبدأ نسيبها تفك خالص معانا، وبعد كده ببدأ اجيب طاسة على النار، بحط فيها معلقة من اي نوع زيت نباتي، وببدء اخد حبة كبيرة من البصل المبشور بالشكل ده، مبشور ناعم، اهم حاجة يكون مبشور ناعم عشان خاطر ما تحسيش بقوام البصل مع صينية الجلاش. تمام، هبدأ اقلب في حبة البصل لحد ما تدبل معايا تماما، وبعد كده بنزل معاها بحبة من الفلفل الأخضر بالشكل ده، ولو عايزين فلفل حراق أو حامي ممكن تضيفوه مع الفلفل الأخضر في المرحلة دي. بخلط برضو المكونات لحد ما تدبل معايا شوية، مش عايزة لون البصل يتغير. وبعد كده ببدأ أجيب كمية اللحمة المفرومة اللي موجودة عندك، بنبدأ نحطها على كمية البصل، وببدأ أقلب فيها كويس جدا لحد ما لونها كله يتغير، ونوصل للمرحلة دي من شكل اللحمة، وده ضروري جدا مع تعصيج اللحمة. وبعد كده ببدأ أجيب 3 حبات بس من الطماطم، مش عايزة أكتر من كده، يعني في موازي كوباية من عصير الطماطم التقيل بالشكل ده. وعصير الطماطم أنا بفضل أحط فيه التوابل، وبحط فيه الشطة السخنة، ونص معلقة صغيرة من السكر، بتدي طعم مختلف تماما، والسبع بهارات طبعا، وكل البهارات بتاعتكم بضيفها مع خليط الطماطم هي وبتتخلط. ببدأ اقلب في عصاج اللحمة اللي معايا مع الطماطم، محتاجة ان هو يتشرب كمية الصوص بتاع الطماطم دي كلها قبل ما ابدأ احشيه في صينية الجلاش اللي معايا. تمام، ببدأ اخلطه كويس جدا وبسيبه لحد ما يتسبك على نار هادية. مجرد ما هو يتسبك ويوصل للمرحلة دي بسيبه، بطفي النار وبسيبه يهدى تماما. بنرجع للفة الجلاش اللي معانا، ببدأ افردها على فوطة بالشكل ده، وببدأ اجيب الصينية اللي انا هعمل فيها لفة الجلاش او هعمل فيها صينية الجلاش، وده ضروري جدا. لو الصينية مدورة ببدأ اخد على قد حجم الصينية، بقص ورقة الجلاش معايا، لانها بتريحني جدا وبتديني طريقة سهلة جدا في الاستخدام. طبعا بواقي الجلاش اللي معانا دي احنا مش بنرمي حاجة، هنحشيها في النص ومش هتظهر معاكي. ببدأ اجيب كوباية من السمنة او الزبدة بالشكل ده، وببدأ اول مرحلة بدهن الصينية بتاعتي كويس جدا من السمنة او الزبدة، علشان خاطر الجلاش بتاعي يتحمر ويديني لون حلو كمان في الصينية من. بنبدأ مع بعض نفرد الجلاش في الصينية، باخد كل ورقتين من الجلاش وببدأ أدهن من المادة الدهنية اللي معايا اللي هي السمنة أو الزبدة، وممكن نعمل خليط من السمنة والزيت مفيش أي مشكلة، لحد ما أوصل لنص كمية لفة الجلاش اللي معايا. وبعد كده بفرد كمية العصاج بتاع اللحمة المفرومة، وفي المرحلة دي ممكن تضيفوا ميكس جبن مع اللحمة المفرومة. أنا ما حبيت بصراحة إن أنا أخد طعم الجلاش الأصلي بدون إضافة أي نوع من الجبن. تمام، ببدأ أوزعه كويس جدا على الجلاش كله والمنطقة كله، يعني كمية الصينية كلها أوزع كمية اللحمة المفرومة كويس جدا، عشان ما تبقاش جزء فاضي وجزء يبقى فيه لحمة مفرومة بالشكل ده. وببدأ أعيد برضو نفس المرحلة، كل ورقتين من الجلاش ببدأ أدهن مادة دهنية لحد ما أغطي آخر ورقة من فوق خالص على الصينية. وببدأ بعد كده مباشرة بعد ما بخلص آخر طبقة، ببدأ أقطع صينية الجلاش مربعات بالشكل ده. وبعد كده كمان ببدأ أحضر التشريبة، بكون في الوقت ده مشغلة الفرن على أعلى درجة حرارة قبل ما أحط الصينية بتلت ساعة أو نص ساعة على الأقل. باخد حبة من البيض، بحط لها توابل فلفل ورشة من السبع بهارات، وبعد كده بضيف عليها كوباية من الحليب البارد، وبعد كده ببدأ أخلطه مع حبة البيض كويس جدا، وببدأ أضيف المكونات دي على صينية الجلاش قبل ما تدخل معايا على الفرن أو على النار. تمام،
بابدأ أوزّع التشريبة بتاعتي على صينية الجلاش كويس جدًا، وأتأكد إن كل الأطراف وصلت لها التشريبة اللي معايا كويس بالشكل ده، علشان خاطر يكون قوامها حلو وفي نفس الوقت طعمها لذيذ جدًا ومقرمشة من برّه زي ما باقول وطرية من جوّه. كده اتأكدت إن كل التشريبة وصلت لكل صينية الجلاش، وبابدأ أحطها في الفرن لحد ما تاخد اللون الحلو اللي أنتم شايفينه ده. وبالألف هنا وشفا، يا رب تكون إن شاء الله سهلة عليكم وتعجبكم من الطرق التقليدية السهلة جدًا اللي هي طعمها لذيذ وفي نفس الوقت بتنجز معاكِ ومش بتاخد أي وقت ولذيذة جدًا. باتمنى من ربنا تكون عجبتكم ونالت رضاكم، ألف صحة وهنا على قلوبكم يا رب بإذن الله. أشوفكم تاني في وصفة جديدة. دمتم في حفظ الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي التسوية، أنا باوريكم التسوية بتاعة الجلاش من تحت، ما شاء الله جميلة جدًا وطعم وريحة رائع جدًا.